السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد. إن شاء الله نشرح في الفيديو ده عن 3 خطوات سهلة وبسيطة. إن شاء الله لو أنت مشيت عليهم كويس وعندك القدرة والعزيمة والهمة إنك عايز تشتغل أونلاين وتكسب من بيتك فلوس، أنا أضمن لك إن شاء الله بإذن الله إنك هتحقق أول $100 في أقرب وقت ممكن لو اتبعت الخطوات ديت. طيب تمام. بسم الله نبدأ. طبعا انت عشان تشتغل اونلاين من بيتك انت لازم تقدم خدمة، يا اما تقدم منتج يعني تبيع منتج او تبيع خدمة. احنا ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الخدمة اللي انت هتقدمها. هنتكلم عن بيع الخدمات. طبعا الخدمات موجود منها كتير. في على حسب بقى انت الخدمة اللي انت هتقدمها ايه. طبعا لو مش عارف الخدمة، انا هقولك في الدقايق اللي جاية ان شاء الله. استمر معايا في الفيديو عشان تعرف انت هتقدم ايه بالظبط لو انت مش عارف، لكن لو انت عارف انا هقولك برضو تعمل ايه وتقدمها ازاي. طيب تمام. وليكن انت مثلا اخترت الخدمة. طيب لو انت مش عارف الخدمة، انا اقترح عليك انك الاول تتعلم حاجة، تتعلم المهارة اللي انت هتقدمها. ايه هي المهارة؟ انت لو عارف انت عايز تتعلم ايه فده كويس. لو مش عارف، انا اقترح عليك 3 حاجات انت ممكن تقدمهم كخدمة، تتعلمهم الاول وبعدين تقدمهم للناس كخدمة تكسب منها فلوس اونلاين من بيتك. طيب الخدمات دي اللي هي ايه، او الحاجة اللي انت تتعلمها عشان تقدمها كخدمة؟ انا اقترح عليك مثلا انك تتعلم البرمجة. لو انت مش عارف ازاي او ايه هي البرمجة، انت ممكن تبحث على جوجل او على اليوتيوب وتشوف ايه هي البرمجة ديت وازاي تتعلمها وازاي تخش في المجال بتاعها عشان تكسب منها فلوس في اقرب وقت ممكن. طبعا هي بتاخد شوية وقت، لكن مميزات البرمجة ان هي فلوسها كويسة جدا ومطلوبة على مستوى العالم كله. تمام. الحاجة التانية اللي هي مطلوبة برضو على مستوى العالم كله وربحها كويس جدا وتقدر تشتغل بيها من بيتك اونلاين، هي التسويق. طبعا التسويق له مجالات كتير، والبرمجة طبعا ليها مجالات كتير. انت لو مش عارف حاجة عنها، انت ممكن تدخل تبحث زي ما قلت لك سواء على جوجل او على اليوتيوب وتعرف ايه الحاجات دي وايه هي المجالات بتاعتها عشان تقدر تتخصص في الحاجة بالظبط اللي انت عايزها او اللي انت ناوي تبدأ فيها. طيب تالت حاجة اللي هي ايه؟ اللي هي التدريس والتدريب عن بعد. طيب التدريس اللي هو والتدريب اللي هو ايه؟ انت مثلا بتعرف تعمل حاجة معينة، انت ممكن تقدم الحاجة اللي انت بتعرفها دي على هيئة كورس او محاضرات اونلاين. طبعا المحاضرات الاونلاين انت ممكن تقدمها للناس الموجودة في بلدك، وممكن تستهدف أجانب كمان. يعني الاتنين. طول ما انت بتقدر تعمل الحاجة دي كويس، كل ما انت هتستفيد أكتر. وطبعا انت لو معاك لغة مثلا زي الإنجليزي أو الأسباني أو أيا كانت اللغة ايه، انت ممكن تفتح مجالات كتير في بلاد كتير على مستوى العالم كله. وخاصة الإنجليزي، لأن الإنجليزي هو اللغة المتداولة على مستوى العالم. طيب تمام. التدريس والتدريب ده انت ممكن تقدمه، مثلا ممكن ترفع مثلا كورس مسجل على موقع يوديمي، ده تقدر تكسب منه فلوس. تقدر تعمل محاضرات اونلاين لايف طبعا على برنامج زي زوم او جوجل ميت او ايا كان البرنامج اللي انت هتفضله. تمام. ده بالنسبة للتدريس والتدريب عن بعد طبعا. طيب نيجي بقى لمرحلة انك عايز تتعلم المهارة. طيب انت هتتعلم المهارة دي ازاي؟ انت مثلا اخترت وليكن البرمجة او التسويق. انت بقى عايز تتعلم المهارة دي، تتعلمها منين؟ انت هتدخل ببساطة جدا على اليوتيوب او على يوديمي او على موقع اسمه كورسيرا، او تبحث على جوجل بنفسك
وتشوف المصادر ايه هي. انت مثلا عايز تتعلم التسويق، تدخل على اليوتيوب وتكتب كيفية تعلم التسويق الإلكتروني، أو كورس كورس التسويق الإلكتروني. وفي نفس الوقت برضو على يوديمي، لكن يوديمي منظم شوية في الكورسات، ومعروف ومشهور انه موقع كورسات بس. لكن الكورسات اللي فيه معظمها بفلوس، مش مجانية. لكن في كورسات مجانية برضو. فانت ممكن، لكن الكورسات المدفوعة برضو بينزل عليها خصومات كتير جدا، وخصومات عالية جدا. يعني الكورس بيبقى تكلفته بسيطة جدا لو انت عايز تتعلم بجد، ولو انت واخد الموضوع جد. فانت هتتعلم ان شاء الله من موقع يوديمي، لان المصادر والكورسات فيه كتير جدا، هو واليوتيوب. وكذلك موقع كورسيرا زيهم برضو. طيب تمام، انت دلوقتي بعد ما اتعلمت المهارة سواء من على اليوتيوب او من على يوديمي او من على كورسيرا او ايا كان المصدر ايه هو، حاليا تعمل ايه؟ انت بقى هتبدأ تقدم الخدمة ديت وتكسب الفلوس. طيب الخدمة دي انت هتقدمها ازاي؟ الخدمة دي انت هتقدمها سواء في حاجتين انا ممكن ارشحهم لك. اما عن طريق مواقع الخدمات اللي هي مواقع الفريلانسر، او انك تقدم الخدمة بتاعتك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا. تمام. طبعا المواقع السوشيال ميديا زي الفيسبوك، زي السناب شات، زي الانستجرام، زي التيك توك، ايا كان انت ممكن تقدم الخدمة ديت ازاي. طبعا هي ليها حاجات، طبعا انا ممكن اشرحها لك بطريقة مفصلة لو حبيت تعرفها. اكتب لي بس تحت في الكومنتات، وانا ان شاء الله هعمل فيديو ازاي تقدم الخدمة بتاعتك على مواقع التواصل الاجتماعي زي الانستجرام والفيسبوك، وايا كان الموقع ايه هو. تمام. وكمان في كورس موجود في القناة ازاي تعمل مشروعك اونلاين عن طريق الانستجرام. خش في القناة وهتلاقي في قائمة تشغيل اسمها الربح من الانستجرام. هي لسه شغالة لحد دلوقتي، وانا لسه هنزل عليها فيديوهات اكتر. ده بيعلمك برضو ازاي تعمل مشروعك اونلاين على الانستجرام. طيب تمام. نرجع لموضوعنا. انك هتقدم الخدمة بتاعتك مثلا اما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، او عن طريق مواقع الخدمات. وانا اقترح عليك مثلا انك تقدم، او مش اقترح، يعني انا هقولك على موقعين انت ممكن تقدم فيهم، وفي طبعا مواقع تانية كتير. الموقعين دول اللي هم مستقل، وده موقع عربي. وكمان في موقع خمسات، موقع عربي ممكن تقدم عليه الخدمة. وفي مواقع أجنبية طبعا عالمية، بيبقى فيها ناس كتير، وانت ممكن تكسب من المواقع العالمية دي بالدولار. موقع مثلا زي ابورك، وموقع زي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وموقع زي فريلانسر، وموقع زي طيب ثواني، انا هجيب لك المواقع اللي انا كنت فاتحها هنا. ده مثلا موقع خمسات اهو، ده ممكن تقدم عليه خدماتك. طبعا طالبين كل حاجة، ايا كان انت بتعرف تعمل ايه، انت ممكن تقدمه كخدمة على المواقع ديت. طبعا في موقع مستقل، موقع مستقل كويس جدا. وخاصة كمان في هنا ناس بتنزل مثلا، بتبقى محتاجة حاجات، محتاجة مستقلين او ناس فريلانسر يعملوا لهم الخدمات اللي هم عايزينها. وطبعا هنا انت ممكن تحدد اللي هي من تصفح المشاريع، ممكن تحدد الحاجة مثلا اللي الناس بتبحث عليها، او اللي انت متخصص فيها. انت مثلا هنا احنا قلنا مثلا البرمجة او التسويق. طيب لو اخترنا التسويق، هنا مثلا في حد اهو من ساعة طالب تسويق رقمي لحساب مؤسسة. يعني ده مثلا لو جينا قرأنا التفاصيل بتاعته: احتاج مسوق محترف بالتسويق الرقمي وغير الرقمي للتسويق لحساب انستجرام، وسيكون المبلغ على حسب الاتفاق ولكنه مجزي ان شاء الله.
بحسب مهارة المسوق. كذلك أريد خبير بالتسويق المدفوع، اللي هو مثلا التسويق المدفوع اللي هو الإعلانات الممولة على مواقع التواصل الاجتماعي. تمام. ده بالنسبة لطلب اهو جاي. لو انت عندك المهارة دي، طبعا لو انت متعلمها كويس، انت بتقدم في الخدمة ديت، وبتقول لهم انا اقدر اقدم لكم الخدمة دي. وطبعا بيتفقوا معاك على المبلغ والراتب الشهري بتاعك او ايا كانت الخدمة. وطبعا على حسب الخدمة هي ايه، فبتتفقوا مع بعض. وان شاء الله يعني انا اقترح عليك انك تحاول تتعلم بسرعة، وما تستعجلش برضو في التعلم، وخد وقتك شوية عشان تقدر تدخل السوق، لان السوق فيه منافسين كتير. تمام. لكن ان شاء الله يعني طالما عندك الاجتهاد وعندك العزيمة، ان شاء الله ربنا هيرزقك، وما تقلقش من الموضوع ده. طيب، ده بالنسبة لموقع مستقل. دي المواقع العالمية اللي هي مثلا موقع زي ابورك. ده احنا كنا اتكلمنا عنه في فيديو برضو قبل كده. وطبعا في موقع اسمه freelancer.com. ده برضو كنا متكلمين عنه في فيديو قبل كده. ده تقدر تقدم عليه اي خدمة انت بتعرف تعملها على الموقع ده. وطبعا الزوار بيكونوا فيه على مستوى العالم، يعني مش عرب بس، لا، المستقل وخمسات بيكونوا عرب بس، لانه الموقع بالعربي. لكن فريلانسر واب وورك والمواقع العالمية دي بتبقى بالانجليزي، وشاملة جميع انحاء العالم، سواء بقى عرب او امريكان او اوروبيين او ايا كان بيتكلموا ايه، لان اللغة الانجليزية طبعا مهمة، ومفيش استغنى عنها دلوقتي، سواء هندي، سواء مصري، سواء ايا كان، انت تقدر تقدم الخدمة ديت عن طريق المواقع دي. طبعا انت ممكن تعمل لك بيدج على الانستجرام والفيسبوك كمان، انك تقدم الخدمات بتاعتك، وتعمل ليك اعلانات ممولة لو انت اتعلمت الخدمة، او انك عايز تقدم الخدمة بتاعتك للناس، وتستهدف انه ناس بالظبط. يعني مثلا انت عايز تستهدف ناس، لو انت مثلا من مصر ممكن تستهدف ناس من مصر. لو انت الانجليزي بتاعك كويس، ممكن تستهدف ناس مثلا من امريكا، ممكن تستهدف ناس من انجلترا. لو انت واثق من نفسك وتقدر تقدم لهم الخدمة ديت، لان لازم تحافظ على العميل بتاعك عشان يطلب منك الخدمة اكتر من مرة، ويفضل مستمر معاك مش مرة واحدة بس. تمام. يا رب تكون الفكرة وصلت، وان شاء الله اشوفك في الفيديو الجاي. مع السلامة.